مدرب سان داونز النهائي الحقيقي في المغرب والضغط يبدأ من بريتوريا. أقر المدرب البرتغالي مدرب فريق ماميلودي سان داونز الجنوب الإفريقي بصعوبة المواجهة المرتقبة أمام الجيش الملكي المغربي لحساب ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025-2026، مؤكدا أن الحسم الحقيقي سيكون في مباراة الإياب بالمغرب. وخلال الندوة الصحفية التي عقدت يوم الجمعة بمدينة بريتوريا، قال المدرب: نحن نضع في حسباننا أن النهائي الحقيقي سيلعب في المغرب يوم 24 من الشهر الجاري وليس هنا يوم الأحد. هذا المعطى الاستراتيجي يدفعنا للبحث بقوة عن نتيجة إيجابية مريحة في ملعبنا. وأوضح المدرب أن السفر إلى المغرب بأفضلية مسبقة هو المفتاح لتخفيف الضغط النفسي على لاعبيه، مضيفا: الذهاب إلى هناك ونحن متفوقين سيجعلنا نلعب بضغط أقل، رغم يقيننا التام بأن الأجواء في المغرب ستكون صعبة ومحتدمة. هدفنا الأساسي هو حسم الجزء الأكبر من المهمة هنا في جنوب إفريقيا قبل خوض الشوط الثاني والحاسم. كما عبر عن احترامه الكبير لقدرات ممثل الكرة المغربية، واصفا إياه بالخصم الذي يمتلك تاريخا عريقا وفلسفة هجومية تسعى دائما للسيطرة على مجريات اللعب. وأكد أن فريقه سيحاول فرض إيقاعه المعتاد منذ الدقيقة الأولى، معتبرا أن الاستحواذ على الكرة هو أفضل وسيلة للدفاع والهجوم في آن واحد. على الصعيد التكتيكي، شدد المدرب البرتغالي على ضرورة التوازن بين الهجوم والدفاع، محذرا من خطورة قاعدة الهدف خارج الديار. رغبتنا الجامحة في التسجيل لن تجعلنا نغفل عن حماية مرمانا، لأن استقبال أي هدف في ملعبنا قد يخلط أوراقنا تماما. واختتم المدرب تصريحاته بالتأكيد على أن النهائية تحسم بجزئية دقيقة، مشيرا إلى أن الطاقم التقني درس الخصم بشكل معمق، وأن التركيز العالي في التعامل مع الكرات الثابتة والانتقالات السريعة هي التفاصيل التي ستصنع الفارق في هذه المواجهة. ويذكر أن مباراة الذهاب ستجرى يوم الأحد بمدينة بريتوريا، فيما ستقام مباراة الإياب الحاسمة يوم 24 ماي الجاري بالمملكة المغربية.